عارف لما بتشوف فيديو المدرب ماسك كلب، الكلب ده في اول الفيديو عنيف وعمال يزوم والكلام ده كله، ثم يقوموا ملبسينه كمامه، فالمدرب يقوم واخده ويقعد يجري بيه ويلف بيه ويقعد يدوره ويمشيه يمشيه يمشيه يمشيه، يقعد ينهكه بدنيا لحد ما الكلب يجيب اخره خالص. وفي اخر الفيديو بشكل مسرحي بحت يقوم راكن الكلب على الجنب، منيمه، مقلعه الكمامه، تمام. الكلب اتعالج اهو. وتلاقي انت فعلا الكلب قاعد جنب المدرب سامع الكلام جدا وهادي، ما بيعملش اي حاجه خالص، تمام. هنا المفاجاه الكبرى ان الكلب ده ما اتعالجش. كل القصه هي ان المشكله الداخليه اللي عنده اللي مخليه يبقى عنيف اتكبتت ساعتها، تمام. اتقفلت كانك مثلا في اوضه ومعاك اسد وقمت مضلم النور، انت مش شايف الاسد، الحمد لله. فكده الحمد لله احنا عالجنا الموضوع. لا طبعا الاسد ده كده كده في اي لحظه من اللحظات ممكن يهاجمك. هي نفس الفكره بالظبط. الكلب ده المشكله اتكبتت وسكت، وبيحصل له حاجه اسمها شت داون او اغلاق، ان هو بيقفل تماما السلوكيات دلوقتي اللي هو عارف ان مش هيجيب بيها نتيجه، وبتفضل مكبوته جوه لحد ما في يوم من الايام هتنفجر. هتنفجر بقى في المدرب، هتنفجر في طفل من اطفال العيله، هتنفجر في صاحبه، ايا كان. الحقيقه انت بتبقى مخلي الكلب ده خطر ومستعد ينفجر في اي وقت.